بيبدأ فيلمنا في سنة 2018 مع شابة اسمها جو، وبنشوفها داخلة تشوف زميلها في الشركة اللي بيشتغل فيها، لكن بتشوف جو بتروح له مكتبه، وبنعرف انه بيجيب عرسان لجو علشان عايزة تتجوز في أسرع وقت. وبنشوف العريس اللي جو هتقابله دخل الشركة، وبتلمحه جو وبتروح هي وزميلها الأوضة اللي هتتعرف فيها على العريس، وبتقعد جو مع العريس وبيبدأوا يتعرفوا على بعض، وبيسألها العريس عن اللي محتاجاه من الزوج اللي هيكون شريك حياتها، وبتبدأ جو تعرض عليه بيت قديم علشان يشتريه. فبيستغرب العريس وبيسألها عن علاقته بكل ده، فبترد عليه جو بانه لو عايز يتجوزها لازم يشتري البيت ده، لكن بيرفض العريس وبيقول لها انه جاي يتعرف عليها مش يستثمر في العقارات. وبنرجع بالزمن لسنة 1999 وبنشوف شاب اسمه مينج قاعد في ارض في الصحراء، وبيبان عليه مستني حد يجيله، وبتدخل عليه عربية لي واللي بيكون رجل اعمال غني، وبيحاول مينج يوري له مميزات الارض اللي هو فيها عشان يشتريها، وان ممكن الارض الصغيرة دي تبقى مركز تجاري كبير. وبنعرف ان لو شغال في استثمار الاراضي، لكن بيرفض ليه وبيسيب مينج وبيمشي، لكن بيصر مينج انه يخلي ليه يشتري الارض، وبيجري ورا عربية ليه وبيوقفها، بيقول له ليه انه مش هيشتريها علشان الارض مليانة مية وده خطر على اي مشروع هيتبني عليها. وبيروح مينج للمية اللي ليه بيقول عليها وبيقف عليها علشان يثبت له انها مش كتير، وبيقول له انها مجرد بركة صغيرة وهتروح مع الشمس. لكن بنشوف رجل مينج وهي بتغرز في الارض، وبنعرف انه بيكذب وان الميه اللي في الارض مش قليله. وبيمشي ليه وبيحاول مينج يناديه، لكن ما بيسمعلوش، وبيرجع مينج وجو على البيت. وبيصحوا تاني يوم وبتتفاجئ جو من مينج وهو نايم جنبها، وبتقول له انها هتقتله لو فكر يقرب منها، وبتحاول انها تطرده من البيت لكنه ما بيرضاش يخرج، وبيقول لها انه في بيته زي ما هي في بيتها. وبيخرجوا بره اوضه النوم، وبيدخل كل واحد فيهم الحمام بتاعه، لكنهم بيتفاجئوا ان الحمامين موجودين في نفس المكان. وبيرجع كل واحد فيهم لاوضه النوم، وبيستغربوا الاتنين ان مفيش حيطه للاوضه، وبيكتشف كل واحد فيهم ان جو الزمن التاني مختلف عن زمنه. وبيروحوا لباب البيت وبيكتشفوا انه مقسوم لبابين، باب لسنه 1999 وهو زمن مينج، وباب 2018 وهو زمن جو. وبيفتحوا باب زمن مينج، وبتكون جو متفاجئه من اللي شايفاه وان كلها حاجات قديمه من سنين. وبتسال مينج وبتقول له ان هم في سنه 1999 بجد، فبيستغرب مينج منها وبيقول لها انت مين اصلا. وبنشوف جو بتفتح النص التاني من الباب، وبيكون الباب بتاع زمانها، وبيدخل مينج معاها من الباب. وبنشوف مينج مستغرب من التطور اللي حصل، وبيسأل جو هي من سنة 2018 بجد ولا بتضحك عليه. ما بتردش عليه جو، وبتسأله عن عمره، فبيرد عليها مينج بيقول لها ان عنده 25 سنة. فبتضربه جو بالقلم، وبيستغرب مينج انها ضربته، بيقول لها انه اتولد 1974 عشان كده عنده 25 سنة، وده معناه انه عايش في زمن 1999. وبتقول له جو ان الباب مقسوم لزمنين، وبيقترح عليها مينج ان هم يفتحوا ابوابهم مره واحده مع بعض. وبتوافق جو وبيفتحوا ابوابهم مع بعض، وبنلاقي هزه ارضيه بتحصل في البيت، وان كل زمن اندمج مع التاني في بيت واحد. وبيبداوا هما الاتنين يدوروا على تفسير للي بيحصل حواليهم. وفي وسط ما بيدور مينج على اللوحه اللي فيها رسوم الارض بتاعته، بيكسر الفازه بتاعت جو. بتقول له جو ان زي ما حاجته مهمه بالنسبه له هي كمان حاجتها مهمه، وبيقول لها مينج انها مجرد فازه مش مهمه. فبتتضايق جو وبتاخد منه اللوحه وبتكرمشها له، وبتقول له انها مجرد لوحه مش مهمه بالنسبه لها برضه. وبتحاول جو تاخد الورد من الفازه، وبيتعصب مينج وبيقول هو ليه بيحصل كل ده اصلا معاه. بنلاقي جو ماسكه برواز مكسور ليها وهي صغيره، وبنشوف انه برواز ليها وهي صغيره مع ابوها، وبيسالها مينج عن باباها وايه اللي خلاها مش موجوده مع عيلتها، وبيقترح عليها تروح معاه الزمن بتاعه. وبتوافق جو وبتقرر تدخل زمن مينج، وبتفتح مينج الباب بتاعه، لكن بيتهز البيت جامد علشان ما ينفعش حد يفتح باب للزمن التاني. وبتسيب جو أكرة الباب وبتختفي الهزة اللي حصلت. فبيفتح مينج الباب وبتخرج منه جو وهو بيخرج وراها، وبيروحوا عند المكان اللي اتولدت فيه جو مع عائلتها. وبتفرح جو لما بتوصل هناك، وبتقول ان المكان والاكل اللي كانت تاكله هناك وحشوها جدا. وبيروح مينج يجيب لها اكل من اللي نفسها فيه. وبتشوف جو نفسها وهي طفلة من ورا باب البيت، وبتفرح لما بتشوفها وهي بتلعب مع ابوها لانها كانت بتحبه جدا. وبتعدي جو باب البيت وبتدخل، لكن بتلاقي الارض حواليها بتتهز، وبتخاف جو وبترجع خطوه لورا. فبتختفي هزه الارض، وبتكمل جو لجوه البيت، وبتكون مصره تدخله، لكن بنشوف هوا شديد بيمنعها تدخل. وبيبدا خشب البيت يتكسر والارض تتهز تاني. وبنشوف ابو جو الطفله بياخدها وبيدخلوا جوه علشان بيكون خايف عليها من الهزه اللي بتحصل. وبتاخد جو خطوه تانيه ناحيه البيت، لكنها بتدوخ وبتقع على الارض من قوه الهزه الارضيه. وبيجري عليها مينج علشان يلحقها، وبياخدها وبيخرجوا بره البيت، وبنلاقي الهزه اختفت وكل حاجه رجعت طبيعيه تاني.
وبنشوف مينج وبيسألها عن سبب الهزة الأرضية، فبتقول له جو إن ده ممكن يكون حصل علشان شافت نفسها وهي صغيرة وأبوها، وبيتفاجئ مينج لما بيعرف إن الطفلة اللي كانت في البيت تبقى هي جو، والراجل الكبير اللي كان بيلعب معاها يبقى أبوها، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تسيب بيت كبير زي اللي كانت فيه وتروح تعيش لوحدها في مكان تاني. وبنشوف جو ماسكة ميدالية في إيديها ومتضايقة من كلام مينج، وبيرجعوا تاني للبيت وبيطلب مينج من جو إنها تاخده معاه لزمانها في 2018 وإن ممكن يكون بقى تاجر عقارات كبير، وبتتريق على جو وبتقول له إن ده مش هيحصل وإنه هيفضل فقير زي ما هو، وإنه لو عايز يشوف نفسه ممكن يشوف نفسه على النت ويعرف من غير ما يدخل زمانها، وبتديله اللابتوب بتاعها وبتقول له إنه ممكن يكون يدور على أي حد من على موقع بايدو. وبتيجي في دماغها فكرة وبتطلب منه تليفونه، وبتفكر إنها تتصل بأبوها من تليفون مينج علشان هو من الزمان بتاعه، وبتطلع جو برقم أبوها من دفتر الأرقام، وبياخد مينج اللابتوب منها وبيدور على نفسه من على الموقع زي ما قالت له، لكن بتختفي شاشة الموقع فجأة، وبتتصل جو على أبوها من التليفون، ولكن بتحصل هزة أرضية للبيت وبيندمج سقف البيت من الزمانين ببعض. وبنشوف عالم بيتكلم عن مثلث برمودا والفجوة الزمنية اللي موجودة فيه، وإن البحث الجاي بتاعه هيكون عن الفجوات الزمنية، والاختراع بتاعه هيكون ممر فضائي بينقل الشخص اللي جواه بين الأزمنة. وبيتكون الممر من بعدين زمنيين، البعد الأول متقدم في المستقبل ب 19 سنة، والبعد الثاني هو البعد الزمني الطبيعي في 2018، وإن لو حصلت قوة مغناطيسية تدمج بين البعدين هيقدر الشخص المتحرك في الممر ينتقل بين الأزمنة بسهولة. وبيسأله واحد من اللي شافوا الممر عن الوقت اللي هيكون جاهز فيه ويقدر يستخدمه، فبيرد عليه العالم وبيقول له إنه لسه ما خلصوش وما فيش وقت محدد علشان يسلموا فيه، وبينبهه العالم بإن في قواعد للممر ما ينفعش يتخطاها. الأولى إنه ما ينفعش يقابل نفسه في الماضي، ولو ده حصل ممكن يعمل خلل في زمن الشخص المتنقل وده هيخليه يختفي للأبد. والتانية إن الممر ليه مهلة زمنية معينة ولسه لحد دلوقتي ما تأكدش من وقتها. وبنشوف رجل أعمال متخفي ومعاه المساعد بتاعه، وبيقول للمساعد إنه ممكن يسرق تقنية المستقبل من العالم وبيها يقدر يسافر في الزمن ويسيطر على السوق الصيني وده هيخليه يكبر أكتر. بنروح لجو ومينج في بيتهم وبيحاول مينج يفتح كلام مع جو، بيسألها عن مكان أهلها وبتحكي له جو عنهم، وبتقول إنه وهي صغيرة كانت فاكرة أبوها بيحب شغله أكتر منها، وفي مرة وعدها إنه يرجع بدري من الشغل ويقعد معاها، لكن ده ما حصلش واتأخر عليها، وإنها اتصلت بيه في التليفون وعملت معاه مشكلة وما كانتش تعرف إن دي هتبقى آخر مكالمة بينهم. وبنعرف إن أبوها توفى بسبب حادثة عملها تحت تأثير الكحول وما تبقاش منه غير ميدالية المفاتيح بتاعته، وإنه كان نفسها تعتذر له قبل ما يسيبها، وبيعتذر لها مينج عن اللي قاله لها، وإنها حتى لو فقيرة فهي أكيد أحسن من قبل كده، وبيسألها هي ليه مش عايزة تتعرف عليه زي ما هو بيتعرف عليها، فبتهدده جو بالسطور وبيخاف منها وبيناموا. وبيصحوا هما الاتنين وبيخرج كل واحد من باب زمنه، وبيروح مينج لمكتب نائب المدير وبيكون متضايق من مستواه في الشغل وبيقول له إنه يجهز نفسه ويشوف له شركة تانية، وده بسبب أدائه السيء في الشغل آخر 3 شهور. وبيقول له النائب إنه هياخد اللوحة اللي خطط فيها تقسيمة الأرض اللي كان بيحاول يبيعها، وبيرفض مينج وبيقول له إنه مش من حقه ياخدها. فبيرد عليه النائب وبيقول له إن أي حاجة خاصة بعمال الشركة بترجع لها تاني وده مكتوب في العقد بتاعه. فبيتعصب مينج وبيقول له إنه هيفضحه قدام المدير وإنه زور إمضته في عقد شراكة مع شركة عقارات كل شغلها فاسد. فبيتريق على النائب وبيقول له إنه يعرف المدير من 20 سنة وبدأ معاه الشركة وهو في الآخر ما استفادش بحاجة من كل ده، وإنه ما عندوش دليل على الكلام اللي بيقوله. فبيقول له مينج إنه هيضر الشركة باللي بيعمله ده والشراكة هتخليها تفلس وممكن يتسجن بسبب كده. فبيقول له النائب إنه عارف إن هو بيعمل إيه وإن مينج بني آدم غبي ومش هيقدر يعمل حاجة، وبينصحه النائب إنه يدخل معاه في صفقة الشراكة اللي مضى عليها. وبنعرف إن الشركة اللي النائب مضى معاها شغلها كله مش قانوني، وبيكون مينج رافض فكرة النائب بس بيقول له إنه هيفكر ويرد عليه، وبيقول له النائب كمان إنه هيديله مهلة أسبوعين يفكر في اللي قاله له. وبيكونوا ماشيين في الشارع ومتضايقين من إن هم فقراء، وبيقول لها مينج إن هم لازم يلاقوا حل. وبتتصدم فجأة جو من اللي بتشوفه في الوقت اللي بيكلمها مينج، وبنشوف مينج لابس بدلة في مؤتمر صحفي متذاع على شاشة كبيرة في الشارع. وبنعرف إن مينج في 2018 بقى غني ومالك عقارات كبير وحاله اتغير عن قبل كده. وبيروحوا للمبنى اللي بيتعمل في المؤتمر الصحفي، بيقول مينج للأمن إنه يبقى الأخ التوأم للأستاذ مينج مالك العقارات، وبتطلب جو من الأمن يدخلوها معاه، لكن مينج بيقول لهم إنه جاي لوحده وإنه ما يعرفهاش. وبيكون مينج الغني بيتكلم في المؤتمر الصحفي عن مشروع قطر سريع هيتعمل في البلد يوفر في الوقت ويربط بين المدن بسهولة. وبيدخل مينج للمكان ما بيكونش مصدق إنه هيكون الشخص اللي هو شايفه في
المستقبل، وبيشوف المكان بيبدأ يتهد فبيتخض كل اللي فيه وبيحاولوا يخرجوا منه بسرعة، ومعاهم مينج الغني، وبيكون لو الفقير لسه مصدوم ومش مستوعب اللي شايفه، وبيقع على ايده لوح ازاز وقت ما المكان بيتهد، وبيحس بيها مينج الغني وهو بيهرب من المكان. وبنعرف ان اللي حصل في المكان ده بسبب خلل في الاستقرار، بسبب ان ما ينفعش حد يقابل نفسه في الماضي، وده اللي حصل لمينج الغني. وبتدخل جو المكان بسرعة لما بتشوف الناس بتهرب منه علشان تلحق مينج الفقير، وبيستغرب مينج الغني لما بيشوفها، وبتشوف مينج في المكان وبتاخده وبيخرجوا. وبنروح لمينج الغني وبيقول له العالم اللي اخترع الممر الفضائي ان اللي حصل ده كان بسبب غلطة تقنية في الاختراع. وبنعرف ان مينج الغني هو اللي طلب منه يخترع الممر علشان عايز يروح للمستقبل في سنة 2037. فبيقول له العالم ان الغلطة اللي حصلت ممكن تغير احداث حصلت في الماضي، وده ممكن يخليه يختفي للابد. والحل علشان ده ما يحصلش ان مينج الفقير يعمل كل اللي كان بيعمله مينج الغني بس في الزمن بتاعه. بنروح لمينج الفقير وجو في بيتهم، وبنشوف جو بتطهر له الجرح اللي حصل له، وبيقول لها مينج الفقير انها لازم تعامله حلو علشان في المستقبل ما يكرههاش. وبيروح مينج الفقير لمكتب نائب المدير علشان يقول له انه موافق، فبيديله نائب المدير عقد الشراكه علشان يمضي معاه. ولكن مينج الفقير بيقول له انه فهمه غلط، وانه يقصد انه موافق يستقيل من الشركه، انه مش محتاج لفلوسه علشان لقى شركه تانية يشتغل فيها. وبينصحه مينج الفقير انه يخلي باله من نفسه بعد كده. فبيتعصب على النائب وبيقول له يخرج بره المكتب. وبنشوف مدير الشركه دخل مكتب النائب قبل ما مينج الفقير يطرد، وبيقول المدير للنائب انه سمع كلام، فبيقول انه بيمضي عقود من غير ما يقول له. فبيتوتر النائب وبيقول له ان كل دي مجرد اشاعات وانه ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. بنروح لجو في محل المجوهرات اللي بتشتغل فيه، وبنشوف مينج الغني داخل المحل وبيسال عليها وبيعرض عليها تتعشى معاه. فبتتبسط جو بتوافق، وبيروحوا للمطعم اللي هيشتغلوا فيه. وبيقول لها مينج الغني انها باللي بتعمله بتاذي مينج الفقير، وشقتها المشوهه ممكن تختفي مع الوقت بسبب خلل في الاستقرار الزمني اللي فيها، وان وجودها جنب مينج الفقير ممكن يخليه ما يقدرش يتعامل مع حياته الطبيعيه لحد ما يوصل لزمانها، وانها كده بتاثر عليه وممكن يختفي بسببها، وان الحل الوحيد علشان ده ما يحصلش انها تبعد عنه. وبيقول لها مينج الغني انه هيجيب لها بيت مخصوص لو ملهاش مكان غير الشقه اللي هما الاتنين فيها. وبيوصل مينج الغني جو الشقه، وبيبان عليها انها متضايقه من كلامه علشان ما بتكونش عايزه تبعد عن مينج الفقير، وانها اتعلقت بوجوده معاها. بتوصل جو عند الشقه ويبلغها مينج الغني انها تخلي مينج الفقير يقبل العرض اللي جاله من نائب المدير زي ما هو عمل. وبنعرف ان مينج الغني قبل بالعرض اللي النائب اداهوله مهله اسبوعين يفكر فيه وقتها. بنشوف مينج الفقير باصص من الشباك على جو وهي بتنزل من عربيه مينج الغني، وبيعرف انها كانت معاه. وبنلاقي مينج الغني بيشوف نفسه وهو فقير ومش حب شكله. وبتدخل جو الشقه وبتحضن مينج الفقير وبتقول له انه جميل في كل الحالات، وبيتفاجئوا بانها ممكن تسيب الشقه وانه ما ينفعش هما الاتنين يقعدوا في مكان زي ده. وبتوصل له رساله مينج الغني بانه يروح يقبل العرض اللي جاله في الشركه من نائب. وبتساله عن العرض اللي كان بيكلمها عليه مينج الغني، وبيصدم مينج الفقير من انها هتسيب الشقه، وبيقول لها انها مجرد امور عاديه في شغله. وبتقول له جو ان ده هيكون احسن ليهم هما الاتنين. وبنروح لمينج الفقير في الزمن بتاعه، بنشوفه وافق على عرض النائب وبيمضي على عقد الشراكه، وبتسيب جو الشقه. وبنشوفها بتعيط علشان مش هينفع تكون معاه تاني. بنروح للشركه اللي شغال فيها مينج، وبنشوف النائب بيحاول يدخل مكتب المدير من غير ما حد يشوفه. وبيدخل المكتب وبيبقى عايز ياخد معلومات من جهاز الشركه، لكن بيدخل عليه المدير فجاه وبيساله عن سبب وجوده في المكتب، لكن بيتوتر النائب وما بيعرفش يرد. فبيقرر المدير انه يبلغ عنه الشرطه، لكن بيحاول النائب يمنعه انه يعمل كده. وبيضرب النائب مدير الشركه وبيبقى خايف يكون قتله وهو بيتهجم عليه. فبيشغل النائب نور المكتب وبيتاكد ان المدير ما ماتش. وبيفكر النائب ازاي يقدر يخلص عليه علشان لو فاق ممكن يبلغ عنه زي ما كان عايز يعمل معاه. فبياخد النائب ازاز الكحول من مكتبه وبيشربها للمدير علشان يخلص عليه قبل ما يفوق. وبنشوف مينج الفقير في الشقه وبتجيله مكالمه، وبنعرف ان اللي بيتصل بيه يبقى نائب مدير الشركه. وبيروح مينج للجراج اللي موجود في النائب وبيدي مفتاح عربيه وبيقول له يركبها ويحصله على المكان اللي هيروح. وبيقفوا بالعربيات عند جسر مهجور، وبينزل النائب من العربيه وبيطلع مدير الشركه من شنطه العربيه اللي كان فيها مينج. وبيصدم مينج من المنظر اللي بيشوفه، وبيقول له ان دي جريمه مش هتعدي بسهوله. فبيقول له النائب ان هو اللي اضطر يعمل فيه كده بسبب الظلم اللي ظلمه له. وبنشوف النائب بيركب مدير الشركه في العربيه اللي كان بيسوقها، وبيقول لمينج انه بمساعدته بقى متورط زيه في الجريمه. وبنروح لمينج الغني وبيكون خايف من مينج الفقير انه يتصرف بطريقه تغير اللي عمله في الماضي. وبنعرف ان مينج الغني ساب النائب يخلص على مدير الشركه، وده خلى المدير يكافئه على اللي عمله بانه يبقى رئيس الشركه. بنرجع لمينج الفقير وبنشوفه واقف مصدوم من اللي بيحصل، وبيلاحظ مينج مدالة المفاتيح اللي في عربيه المدير، وبنعرف انها نفس المفاتيح اللي
اللي كانت في ايد جو وهي بتتكلم عن الحادثة اللي حصلت لابوها، وبنكتشف ان مدير الشركة يبقى ابو جو، وبيهجم مينج على النائب وبيبعده عن العربية. بنلاقي مينج الغني حاسس بدوخة بسبب اللي بيعمله مينج الفقير، وان ده في خطر عليه علشان مينج الفقير بيغير في مسار ماضيه. وبنشوف نائب المدير بيحاول يخلص على مينج وقت ما العربية اللي فيها المدير بتقع من على الجسر، ولكن بيفلت مينج من تحت ايد النائب ويخلص عليه، وبيجري مينج على العربية في اخر لحظة قبل ما تقع وبيطلع المدير منها، وبيتحرك بسرعة مينج الغني في الممر الفضائي ناحية الجسر اللي حصلت فيه الحادثة علشان يحاول ينقذ نفسه، لكن بتحصل هزة أرضية في الجسر وبيختفي مينج الغني. وبنشوف مينج الفقير واقف مع مدير الشركة بعد ما أنقذه وحكاله عن اللي حصل. بيقول له مينج إنه هيقابل بنته في زمن تاني وهيخلي باله منها، وإن ممكن ما يكونش فاهم الكلام اللي بيقوله له. فبيتعصب عليه المدير وبيقول له إن بنته عندها 12 سنة بس، وبيقول له يمشي من قدامه. وبنروح لجو وبنلاقيها بتسيب اللي هي فيه، وبتفتكر جو ذكرياتها مع أبوها وهي صغيرة، وبتخرج جو من البيت وبتتفاجئ بإن كل حاجة بتشوفها بترجع في الزمن لورا. وبنروح لمينج بعد ما بيسيب المدير وبيتفاجئ هو كمان بنفس اللي بيحصل مع جو، وإن كل حاجة حواليه بترجع بالزمن. وبيجروا هما الاتنين ناحية مكان واحد، وبنلاقيهم شايفين بعض بس كل واحد في زمنه. وبتعيط جو لما بتشوفه، وبيقول لها مينج ما تعيطش علشان لما بتعيط ما بتبقاش حلوة. فبترد عليه جو بتقول إنها حلوة في كل الأوقات، وبيقول لها مينج إنها تحاول تفتكره وتخلي بالها من نفسها. فبتبتسم جو وبتحاول تروح له، لكنها بتختفي علشان هي مش من زمنه. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتصلي على النبي. سلام.